يلا نمشيو لعنوان الموالي. آمال مجلس الأمن يصوت لصالح خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية. نقرأ العنوان هذا على موقع هسبريس. دونك صوت أعضاء مجلس الأمن الدولي تابع الأمم المتحدة البارح لصالح خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، ويعتبر المغرب الإقليم أراضي تابعة له ويخوض مواجهة مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تسعى إلى إقامة دولة مستقلة. أعطيكم فكرة على خطة الحكم الذاتي متاع المغرب. دونك تنص لأول مرة اللي تم تصويت عليها في الأمم المتحدة، أول مرة تم تقديمها سنة 2007 أغزر من وقتاش. تنص دونك على إنشاء سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية للصحراء الغربية ينتخبها سكانها، في حين تسيطر الرباط على الشؤون الدفاعية والخارجية والدينية. وبدلا من ذلك تريد جبهة البوليساريو إجراء استفتاء مع وضع الاستقلال ضمن الخيارات. وينص مشروع القرار على تمديد تفويض قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية المعروفة باسم بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء حول الصحراء الغربية لمدة عام واحد. وكان نص سابق اطلعت عليه رويترز يمدد البعثة ل6 أشهر فقط. وأسبق وأن جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لسيادة المغرب على الصحراء الغربية في جويليا الماضي، قائلا أن خطة الحكم الذاتي المغربية للإقليم هي الحل الوحيد. فرحة كبيرة الحقيقة في المغرب. ملك المغرب ألقى كلمة البارح، ومن جملة ما قال واشكر الأصدقاء متاعه أمريكا الأوروب إتسيتيرا، وجه زيادة نداء إلى الجزائر للحوار، لفتح الحوار، ويدعو إلى سلم المنطقة وتعزيز تهدئة الأجواء وتعزيز الاتحاد المغرب العربي. هذا هو. أنا راني سمعت الخطاب متاعه، رجعت إلى حلم المغرب العربي الكبير، يعني اللي هو كان حلم بوه وحلم الرؤساء اللي سابقين اللي كانوا موجودين. وكان حتى في تونس حلمنا برشا بالمغرب العربي، وكانت عندنا الأمانة العامة وقتها للمغرب العربي، خاطر وقتها تم اقتسام الرئاسة للمغرب، خذا الرئاسة وقتها مع الملك الحسن الثاني، وتونس خذت الأمانة العامة على أساس أنه وكانت خدمة كبيرة برشا على مستوى العديد من الأنشطة الثقافية، المستوى الأنشطة الشبابية، المستوى الأنشطة الرياضية، وكلنا فما حلم اقتصادي. لأنه أنت راهو سكان المغرب العربي الكبير راهم أكثر من سكان أوروبا لو كان يكونوا موجودين. المساحة هي مساحة كبيرة وكبيرة جدا. أنه التبادل الاقتصادي ما بين المغرب والجزائر وتونس وليبيا راهو حاجة ممتازة جدا. راهو فما ناس حكيت في يوم من الأيام حتى على عملة موحدة. يعني فما حلم كبير اقتصادي. لو كان ما يتم الحلم هذايا ويتم أن الناس الكل تتنازل على الليغو متاعها بالنسبة للبلدان المغاربية، فإنه ما نقعدوش نلوجوا على اتفاقية من فرنسا فيما يخص الهجرة غير الشرعية.